يقترب من مملكتي؟ ياه، ده هي الأناكوندا. مرحبا، كيفكم أصدقائي؟ اليوم سوف أصطحبكم معي إلى مغامرة جديدة من مغامرات الشاطر حسن في أعماق البحار. يا مكان في يوم مشمس وجميل تحت البحر، والشاطر حسن كان راكب على ظهر السلحفاة لؤلؤ بجانب السمكة فقاعة، وبيستكشفوا مع بعض منطقة غريبة وسط الشعب المرجانية. بس يا حسن، دي المنطقة اللي بيقولوا إنها موطن السمكة العملاقة الأناكوندا. الأناكوندا أول مرة أسمع عنها، دي شكلها لطيفة ولا مفترسة؟ بيقولوا إنها سمكة ضخمة جدا وجسمها طويل زي التعبان وبقها كبير، ممكن يبلع سمكة زي مرة واحدة. يبقى لازم نشوفها، يمكن تكون طيبة مش زي ما الناس فاكرة. أنا سامعة صوت بيتحرك وسط الشعاب المرجانية يا حسن ووسط الصخور. الذي يقترب من مملكتي؟ ياه، ده هي الأناكوندا. اهرب بسرعة يا حسن. لا يا فقاعة، مش هسيبك لوحدك ولازم أنقذك. بلاش تعمل فيها شجير السيمة، هنموت احنا الاتنين يا حسن. اهرب بسرعة. لا لازم أنقذك. هات حبل الشعاب المرجانية وشد بقوة عشان يمنعها قبل ما الأناكوندا تبلعني يا حسن. سيبيها يا أناكوندا، البحر لينا كلنا، ليه عايزة تأذيها؟ أنا جعانة، وكل اللي يقرب من مملكتي يبقى حكم على نفسه إنه يكون طعامي اللذيذ. بس انت مش محتاجة تأذي سمك البحر الصغير، تعالي نعلمك ازاي تلاقي طعامك من غير ضرر. البحر مليان أسماك ميتة وطعام طبيعي ليكي. أيوة بقى يا حسن، انت دايما عندك الحل، مش لازم العنف عشان نعيش. بس قوليلي يا أناكوندا، انت فعلا بتاكلي الإنسان؟ أنا الناس بتخاف مني، بس أنا ما باكلش الإنسان. أنا بعيش في أعماق المحيطات وباكل الأسماك الكبيرة أحيانا، لكن مش البشر. يعني الناس كانت فاهمة غلط. طب قوليلي يا فقاعة، الأناكوندا دي بتعيش فين بالظبط؟ الأناكوندا بتعيش في البحار العميقة والمية الدافية حوالين الجزر الاستوائية. ميزتها إنها قوية جدا وسريعة جدا 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 في السباحة، وجسمها الطويل بيساعدها تختفي وسط الصخور زي الحية. طيب وفوائدها ايه؟ لا 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 يا حسن، ده أنا فوايدي خطيرة جدا. أنا تناول جرعات بسيطة مني، يعني تقريبا حوالي 200 أو 500 جرام، بيساعد على تقوية الأوتار والعظام وتنظيم تدفق الدم كمان. أنا بعالج حالات نقص العناصر الغذائية، وليا دور مهم جدا في التوازن البيئي. أنا باكل الأسماك الضعيفة والمريضة وبحافظ على صحة البحر. طب يا أناكوندا، انت أكلك حلال ولا حرام؟ أهم إحنا كده دخلنا في الجد، وده سؤال جميل جدا منك يا فقاعة، أنا بحييكي عليه. طبعا العلماء اختلفوا في الموضوع دون. نعم، يجوز أكل ثعبان البحر وتمساح البحر لما ذكر في سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. برافو يا حسن، أبهرتني. أنا كفقاعة انبهرت بصراحة. بالمناسبة، أحب أقول لك كمان إن أنا مش سامة خالص على الإطلاق. أنا بس بستخدم عضلاتي القوية للضغط وقتل الفريسة بالانقباض والعصر. أعتبر من أقوى وأثقل الثعابين في العالم. طولي ممكن 9 متر ووزني أكتر من 200 كيلو جرام، لكن للأسف والألم والحسرة أنا مهددة بالانقراض. وعلى فكرة أنا بشوف علامة الثعبان والكأس في الصيدليات. الثعبان يمثل رمز الحكمة والشفاء وتجديد الحياة بسبب تغير جلده، ويتمثل الكأس الدواء والترياق. وكأس هيجا هو رمز عالمي يجمع بانتهاء الثعبان وقدرة الطب في تحويله إلى علاج وله دواء. وفي حديث صحيح رواه البخاري: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. على فكرة يا حسن، أنت ولد شجاع، وأنا أوعدك إني أحاول أكون هادي وأدور على أكل بعيد عن أصدقائك، إلا المرة دي بس. وهكذا علم الشاطر حسن سمكة الأناكوندا معنى الصداقة والسلام، وتعلم أن القوة مش في الجسم بل في القلب والعقل.
بس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اول لما انزل فيديو تبقوا اول ناس تشوفوه. تك 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 حن على ملء أسماك وننعش بالبحر.